السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسونوش حبايبي في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد، ولايك وكومنت حلو منكم كده. انا عايزة لايكات يا جماعة، لايكات عشان الفيديو يرفع معايا لايكات كتير كتير. انا عايزة الفيديو ده يوصل ل1000 لايك على الاقل يعني. ما تنساش يا جماعة نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه واحنا في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني رمضان ده أدعية وصوم بقى وصلاة والذكر والاستغفار. وما تنسناش في دعوة حلوة منكم كده ولكم بالمثل. ومعايا هنا بطة اهي. البط غالي يا جماعة، البط ب120 وب130، بس مش كله والله، وفي برضك ب90، في ب100. هنا بقسم البط اهوت. انا مش بطبخ الحاجة يعني ايه، مش بطبخها كلها على بعضها، لا يعني بجيب الحاجة بقسمها على كذا يوم عشان نوفر يا جماعة، نوفر. لأن اللي جاي صعب، الدنيا غالية والحاجة غالية زي ما انتوا عارفين. وهنا اللي بتجري ورايا ديت فيروز بنتي، ربنا يخليها لي طبعا، ويخلي لكم أولادكم يا رب ويبارك لكم فيهم. هنا أنا حطيت البطة في مية، وحطيت عليها ملح ودقيق وليمون وسكر وطماطمية كده، فركتها بإيدي كده في المية. طماطم بتشد الزفارة طبعا، بتشيل اي زفارة، بلاش خل. وهنا تغسلي السكاكين بتاعتك كويس، تغسلي الحوض، الخلاطات، المية تغسليها كويس عشان البكتيريا والعدوى بقى يا جماعة. وزي ما انتم شايفين يعني، وزي ما انتم عارفين، ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم جميعا. هنا جبت كام حباية طماطم، هضربهم في الخلاط عشان طبعا نعمل محشي. الناس كلها عاملة محشي أول يوم رمضان، محشي وبط، محشي ولحمة، محشي وفراخ، بس المهم أهم حاجة يكون في محشي أول يوم رمضان. والله العادة ديت فينا من زمان، وفي جدودنا و... وأمهاتنا من زمان قوي قوي، بس احنا لازم طبعا نعمل كده أول يوم رمضان. طبعا مش كله، طبعا في اللي عامل مكرونة بشاميل أول يوم رمضان ومكرونات ورز، في اللي عامل محشي، في اللي يعني ايه، مش كله. وهنا طبعا معايا يجي 5 6 بصلات، قطعت منهم 2 يدوي كده على ايدي. طبعا انا سايبه الخلاط شغال لان عايزه الطماطم دي تتخلط كويس جدا. فتحت هنا معايا الشفاط وجبت حله، دي اللي انا هعمل فيها المحشي. ما تحاولوش تبهدلوا الحلال بتاعتكم يا جماعه، هي حله اللي انت هتعملي فيها التقليه اعملي فيها المحشي، مش حله التقليه وحله المحشي وبهدله بقى، بهدله صابون وسلك وغسيل لا طبعا. هنا حطيت كام حتة دهن كده، دهن جاموس يعني جاموسة. وهنا بكمل تقطيع البصل على ايدي، البصل ب15 وفي ب10. هنا حطيت البصل في السمنة والدهنة. انا بحب اوي اعمل المحشي بالدهنة، يعني بحس فيه بمحشي زمان كده. وقرن فلفل حامي بقطعه فيه، بقطع البصل يعني هو في الحلة، وبقشر البصلتين دول. 2 لشوربة البط، واحدة هتتحط على المحشي على الرز وهو ني. قبل ما الف المحشي بحط عليه بصلاية كده، بقطعها تقطيع صغير خالص، يعني تقطيع ناعم، وبقلبها فيه كويس. علشان بتديكي طعم حلو قوي وريحة حلوة قوي للمحشي. ما تنسيش يا حبيبتي في الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنت حلو منكم. هنا بوريكم ان البصلة احمرت معايا قوي، انا بحبها كده محمرية معايا، مبحبهاش صفرة، بيبقى طعمها حلو قوي وهي ايه حمرا كده. وهنا نقلتها على العين الصغيرة.
وهنا جبت حلة شطفتها تحت المية وحطيتها على النار، استنيتها اما تسخن معايا، لازم تسخن جامد. حطيت فيها معلقة صغيرة كده من السمنة، وهنا نزلت بالبط. لازم السمنة او الحلة تكون سخنة جدا عشان الفراخ او البط او اللحمة ما تلزقش معاكي في الحلة. شايفاكي اللي ما حطيتيش لايك، حط لايك، انا عايزة الفيديو ده يوصل يعني ل1000 لايك على الاقل يعني. وهنا جهزت معايا طماطمية اهي، طماطمية كبيرة وبصلتين وسط، وهدلقهم دلوقتي في الحلة، قصدي هحطهم في الحلة يعني. مم. وهنا اهوت حطيت فلفل اسمر، فلفل اسمر وملح وكزبرة وكمون وبهارات فراخ او بهارات لحمة زي ما انت حابة. انا بحب الشوربة بتاعتي تكون كزبرة ريحتها فيها احسن من الكمون. وهنا ببص على الايد في الصلصة وايد في البطة عشان الاتنين ما يتحرقوش معايا او ما يتبهدلوش مني في الحلة. وهنا جبت واحدة جوزة الطيب كده، بشرت منها حتة صغيرة جدا على البطة، وكنت بغلي مية في الكتل. الكتل بتاعي طبعا بتاع فرحي، او يعني بتاع فرحي فعلا. يا جماعة انا بعتبركم اهلي وعيلتي التانية، وجودكم كالعادة على راسي من فوق. ربنا يديم المحبة بيني وبينكم يا رب. بس اشتراك يا جماعة بقى، اشتراك ولايك وكومنت حلو منكم كده، وقولولي انتم عملتوا ايه اول يوم رمضان. والله يا جماعة انا كان نفسي انزل لكم الفيديو ده اول يوم رمضان، بس حقيقي انا كنت تعبانة جدا 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 من طبعا بقى تنظيف الشقة والشغل في المحل زي ما انتوا عارفين. ومعايا يعني طفلة صغيرة، الطفلة ديت حرفيا تعبانة جدا جدا، ربنا يهديها يا رب ويخليها لي. الأطفال عامة إذا كان ولاد أو بنات في السن الصغير ده من أول سنة ونص لحد يعني إيه سن 10 سنين، هي عندها سنتين يعني، بيتعبوا جدا للأمهات وبهدلة بقى يعني. انتوا لو شايفينها معايا ملاحظينها رايحة جاية ورايا، طبعا ملاحظيني ان انا عمالة ابص ورايا كل شوية، بخاف عليها جدا، حاجة يعني لا قدر الله تأذيها او تقع عليها، بعد الشر عليها طبعا. ربنا يا رب يسترها على اولادنا واولادكم يا رب العالمين، ويحفظهم من كل سوء ومن كل شر. هنا انا بزود شوية ملح صغيرين وشوية شطة، كان المحشي مشطشط وجميل، جميل يا جماعة جميل. هنا بصوا يا جماعة والله الكاميرا ظالمة الرز وهو عليه الصلصة، لان الصلصة حرفيا كانت حمراء وجميلة. وحطيت طبعا كزبرة وبقدونس وشبت، كنت مقطعهم تقطيع يدوي على ايدي كده، وحطاهم مخزناهم مخزناهم في الفريزر عندي. وانا بقول لكم ان البط استوى وبقى 10/10. وانا شوربة كانت معايا، كان بتاعت فراخ يعني. وهنا يا جماعة حشية الحلة دي كانت تحفة. انا عايزة اقول لكم ان انا اكلنا منها اول يوم وتاني يوم كمان. وهنا حطيت الشوربة على الوش الحلة، وتمسكي الحلة بقى تهزيها هز كده عشان المية توصل لقاع الحلة يعني لأرضية الحلة. وهنا بزود كبشتين من شوربة البط لحد يا بنات ما ايه ما المحشي من المية، لحد ما المية تبقى ايه بسوة الصباع كده من فوق. وهنا جبت حلة تانية، حطيت فيها حلة صغيرة كده، حطيت فيها شوية تقلية كنت انا حطاهم في الفريزر. لما يكون معايا تقلية بزيادة او فايضة معايا بشيلها في طبق في جنب، بحتاجها بعد كده تزويدة صلصة محشي، تزويدة صلصة
الخضار كده يعني. وعملت بامية معايا برضك كنت عيناها، كنت مفرزاها من قيمة كام شهر. انا بحب البامية جدا، بحب اكلها بالرز عن العيش. هنا بصوا يا جماعة بقول لكم، انا ببص للكاميرا عشان ايه؟ اقول لكم ان انتوا بتهزوها كده يعني. انا عملت محشي كرنب، وكان عندي ورق خس اللي هو فوق ده، الصوابع اللي فوق دي ورق خس. انا بحب ورق خس جدا، ورق العنب يعني حرفيا بعشقه. ورق العنب ده جميل جدا يعني هو الخلاصة بالنسبة لي، هو الخلاصة يعني. وهنا البط كان استوى، طفيت عليه وحطيته في جنب اهو على البوتاجاز. وانا كل شوية ببص على الطبيخ. انا عارفة مقادير الطبيخ بتاعتي، وعارفة مقادير الحاجة والمية والصلصة وكل حاجة، بس زيادة تأكيد يعني بحب اقعد ابص على الحاجة واتأكد ان هي كويسة. عايزة مية، عايزة ملح كده. بس انا صايمة، بحط ملح قليل. تمام. يعني لو انتي عروسة واول مرة مثلا تطبخي، حطي ملح قليل جدا. ماشي. في الطبيخ وانت بتطبخيه. ولو انت محتاجة ملح بايه الملاحة جنب منك على الصينية وانت بتتغدي يعني او بتفطري. وعايزة تزودي ملح في الشوربة في الطبيخ زودي. وهنا الرز يا جماعة غسلته وطبخته. وانا العصير معايا جميل جميل جميل. انا بحب بواكي العصير قوي قوي، اللي هي البواكي الجاهزة دي بحبها جدا، يبقى لها طعم ميزز كده وحلو. وهنا يا جماعة الأكل بتاعي خلص، كان تحفة حرفيا. أنا كنت عايزة أكل الصينية كده، الصينية وحبة مخلل صغيرين كده كانوا هما اللي عندي. وهنا يا جماعة أنا آسفة، أنا آسفة آسفة، يعني حرفيا آسفة، والله العظيم آسفة بجد، على منظر البوتاجاز ومنظر المطبخ ومنظر الحوض. بس كل ده هيتروق تماما معاكم برضك. تاني يوم يا جماعة فاض أكل من أول يوم طبعا كلنا بيه من غير زفر ومن غير حاجة. احنا كلنا محشي وكلنا بامية وكلنا رز ومخلل وبصل أخضر بقى، يعني فاهمين كده يعني. فاهم عيالك، فاهمي بناتك ان مش كل حاجة فلوس، مش كل حاجة أكل. الحياة مش أكل، الحياة مش أكل وشرب. الحياة إنك تبقي مرتاحة البال، راضية عن نفسك وعن اللي انت بتعمليه. تخلي ربنا راضي عنك دايما، بالصلاة، بالزكاة، بالاستغفار، بالتصدق. يعني هقولك خليكي دايما قدام عيالك ان انت محفظاهم ان هم يبقى في بيت ازواجهم، غير ان هم يكونوا في بيتك. يعني ايه؟ يعني مثلا شيلي جوزك، شيليه، مش عيب ولا حرام. العيب والحرام ان انتي تتحوجي لحد، ان انتي لا قدر الله تسرقي، تنصبي، ت... تعملي حاجة ما ترضيش ربنا. لا طبعا، ربنا يا رب يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليه. علمي بناتك ان يستحملوا جوازاتهم. النهارده معاه بكره ما معهوش. لو هو ما معهوش امشي على قده. لو جاب فرخة النهارده قسميها على يومين تلاتة. النهارده فراخ بكره كشري بعده سمك بعده التاني فراخ كده. علمي ولادك ان هما يحافظوا على بيوتهم وعلى اولادهم وعلى ازواجهم. علميهم ان القرش لو هو موجود معاك النهارده مش هيبقى موجود بكره، هو كده. يعني تاني قرش للزمن، لا قدر الله عيل تعب، لا قدر الله عايز حاجة علاج أو حاجة، لا قدر الله مثلا حصل حاجة ظروف.
تبقى معاك القرش في جيبك وما تحوجيش لحد، ما تقوليش يا فلان اديني، يا فلان انا محتاجة. لا طبعا، ربنا ما يحوجناش لحد جميعا يا رب. هنا بقول لكم ان انا خلصت البوتاجاز غسلته، وده التلات حلل دول اللي باقي، حلة فيها محشي وحلة فيها رز وحلة فيها بامية. وانا غسلت المواعين دي ورصتها، وغسلت الرخام. الفوط دي كانت هتتنشر معايا بتاعة المطبخ، وروقت الدنيا كلها اهي في المطبخ. حبايبي ما تنسونوش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك وكومنت حلو منكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.